اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى هنعمل النهاردة الغدا بتاعنا محشي كرنب. نزلت بقى السوق، جبت كرنبة كده صغيرة حلوة كده وقلت بقى ايه هعملها على كده النهاردة. جبت كرنبة صغيرة عشان هنا عندي الجماعة بيزهقوا لما بياكلوا الحاجة كذا مرة. يعني احنا مثلا عملت النهاردة المحشي فيتغدوا منه ويتعشوا منه بس كده، فمش بيحبوا انه ياكلوا منه كذا مرة. نوع الأكل يعني يحبوا ينوعوا في الأكل. هنا جبت بقى كرنبة صغيرة بس بسم الله ما شاء الله كان الورق بتاعها كتير. نضفتها بقى، جبت السكينة كده وقطعت بقى الحتة اللي فوق اللي عندي دي اللي وريتها لكم، وبفضل بقى كده ايه اقطع الورق بتاعي واحدة واحدة عشان ما يتقطعش مني، واحدة واحدة كده. طبعا بقى الشتا بيحب بقى المحشي الكرنب والدفا وكده. خلاص قلت بقى ايه كده اقطعها كده واحدة واحدة، ولغاية بقى ما اقطعها حاطة مية كده على النار بتجري وحاطة فيها رشة كمون. فخلاص بقى قلت هنا ايه هقطعها بقى انا مع نفسي كده. خلاص قطعتها بقى كده وحضرتها على الرخامة وحطيتها تتسلق عندي في المية المغلية. بنزل كده بالورق مش كل مرة واحدة، بنزل شوية بشوية، واول ما بتسلق بشيله طبعا وبحط غيره، بحط بقى في مصفى عندي كده تتصفى براحتها خالص، الكرنب اللي عندي تتصفى براحتها. جبت بقى الحلة بتاعتي كده وحطيتها على النار وحطيت فيها زيت، بتحطوا اي مواد دهنية عندكم. انا مسبكة طماطم عشان الوقت يعني وكده، وحطها معلقتين سمنة حلوين. فقلت بقى انزل المرة دي وانا بشوح البصلة بشوية زيت. مقطعة بقى بصلة كبيرة كده حلوة عندي، مقطعة مكعبات، واول ما الزيت عندي سخن شوية بنزل عليهم بالبصل تتشوح كده وبتاخد لون ذهبي، تدبل حاجة بسيطة كده. بفضل بقى اقلب كده فيها، قربت بقى تدبل كده بنزل عندي بكام فص توم كده مقطعاهم كده بنزلهم يتشوحوا. اول ما بشم ريحة التوم عندي كده، غسلة بقى خضرة عندي مقطعاها، وخضرة بقى مشكلة، طبعا المحشي بيحب الخضرة كتير. طبعا يا جماعة دي طريقتي انا في المحشي، كل واحد طبعا وليه طريقته، بس انا دي طريقتي انا في المحشي، طول عمري بعمل المحشي كده. جميع انواع المحاشي اللي عندي بعملها كده بالطريقة دي. خلاص بقى كده بعد ما البصل عندي دبلت كده وبقى لونها ذهبي بسيط، بنزل بقى بالخضرة اللي عندي اللي مقطعاها. طبعا بقى خضرة كتير عشان المحشي، دي خضرة مشكلة. اهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص بقى كنت حطيت بقى الخضرة اللي عندي كلها كده وبديها بقى ايه تقليبة كده تشوح بس كده وريحتها عندي بتطلع. طبعا انا قلت لكم دي طريقتي، بس انا بنزلها في القناة عشان لو حد حابب يجرب، وصدقوني مش هتندموا لو جربتوا الطريقة بتاعة المحشي بتاعتي. اديتها برضو تقليبة كده، واول ما شميت ريحتها كده بنزل بالتوابل اللي عندي. اول بقى ما خدت تشويحة حلوة عندي كده، بنزل بقى بفلفل اسود، معلقتين صغيرين فلفل اسود، انا المعالق اللي عندي دي كلها صغيرة. وكمان بقى كزبرة ناشفة. كمان بقى ما بننساش الملح بتاعنا، طبعا بنظبط الملح بتاعنا. وكمان بحط عندي بهارات لحمة، كمان مكعب مرقة لحمة. بديهم بقى تقليبة كده بس البهارات بتاعتي كده تتحمص وتطلع ريحتها كده، تقليبة صغيرة مش كتير.
بعد بقى ما خلاص بقى شميت ريحة التوابل اللي عندي كده وهي بتتحمص، طبعا بنزل بالصلصة. انا مسبكاها من الاول زي ما قلت لكم، ومش بتاخد وقت خالص طالما متسبكة. لونها بقى تحفة ازاي. اهم حاجة بقى بنسبك الطماطم وبنسيبها براحتها خالص لغاية ما تطلع الإيدام بتاعها على الوش، وبعد كده بنطفي عليها. بسيبها بقى على النار كده شوية كده، بس كده كام دقيقة كده تغلي بس كده، وكل حاجة تدخل مع بعض عندي. هنا بقى كنت بدوق الملح بتاعها وبشوف محتاجة ملح ولا لا، لقيتها مظبوطة خالص. وكمان حطيت توابل محشي ونعناع، بس الكاميرا ما جبتهمش للأسف. عندي بقى هنا الكرنب بتاعي بعد طبعا ما برد قطعته بقى عندي كده ورصيته عشان يسهل على نفسي. وعندي دول 4 كوبايات رز مصري غسلاهم كويس جدا ومصفيهم. 4 كوبايات رز مصري يا سارة كتير على الكرنبة الصغيرة دي؟ لا، انا مش هعمل محشي كرنبة بس، انا هعمل كمان ممبار. مع عشان كده مكترة الرز طبعا، مكترة خلطة المحشي عندي. طبعا بقى بنزل. بصوا لون الصلصة بتاعة المحشي حلوة ازاي. بقلب بقى كده وبشوف انا محتاجة ايه تاني وبفضل احط. انا طبعا نزلت في الاخر بالصلصة اللي عندي كلها، لقيت الرز عندي لسه محتاج شوية صلصة كمان. نفضل بقى نقلب كده ونشوف بقى براحتنا احنا محتاجين صلصة تاني ولا لا. وانا بحط الصلصة خليت كده معلقتين صلصة، هقول لكم هعمل بيهم ايه في الاخر. بقلبها كده كويس، والرز بتاعي كله كده ما بقاش فيه رزية بيضة، لا لازم كل الرز كده يتشرب بخلطة المحشي اللي عندي. وطبعا مظبطين كل البهارات اللي عندنا. خلاص كده بقى قلبت كده الخلطة بتاعتي كلها. بجيب بقى الحلة بتاعتي، كنت سبت بس الخلطة تهدى حاجة بسيطة كده عشان اعرف ان انا احشي المحشي. بحط بقى كام ورقة خضرة من اللي عندي كده. وطبعا بحشي بقى، طبعا كلنا عارفين احنا بنحشي المحشي ازاي. بنحط اهم حاجة الاخضر، كل الاخضر اللي عندي في قعر الحلة تحت. وبعد كده بكمل، بس اهم حاجة الاخضر اللي عندي كله، الكمية اللي عندي كلها بحطها في قعر الحلة. طبعا هنا بقى اهم حاجة واحنا بنحشي المحشي نلف كده، ندوس على الصبع كويس عشان ما يفتحش مننا في الحلة. هنا بنقي بقى كده الورق، طبعا مقطعه محضرة كل حاجة، بنحضر كل حاجة جنبنا عشان نخلص نفسنا بسرعة. انا بس قلت اوريكم كده كام حاجة كده واكمل الحلة مع نفسي في الاخر. بسرع بقى ايدي بقى بسرعة وبخلص الحلة بسرعة. الحلة صراحة بتخلص معايا على طول، مش بتاخد مني وقت خالص. بس انا هنا مبطئة ايدي طبعا عشان تشوفوا، وانا بحشيه كده بالراحة واحدة واحدة. اهم حاجة بندوس على الصوبع زي ما قلت كويس جدا عشان ما يفتحش مننا في الحل. خلاص بقى كده عملت كام صبع معاكم، وقلت بقى اكمل انا مع نفسي كده. بصوا الصوابع مرصوصة جنب بعضها. هنا بقى خلاص كنت خلصت الحلة بتاعتي خالص. ومعلقتين بقى الصلصة اللي انا سبتهم وقلت لكم هعمل بيهم ايه في الاخر. كان عندي شوربة لحمة في الفريزر بغليها وبحط عليها معلقتين الصلصة اللي عندي، ومكعب مرقة لحمة، وكمان ملح وفلفل اسود. وبسيبها بقى تغلي على النار كده، وبسقي بيها المحشي اللي عندي. بهز بس كده الحلة هزة صغيرة، ومش بكتر شوربة خالص عشان ما يعجنش معانا. يا دوبك بس ايه كده المحشي عندي يتغطى كده. خلاص بقى ايه كده بقية الخلطة اللي اتبقت عندي هعمل بيها ممبار. ده ممبار بناتي. بصوا منضفاه ومخليه فله ازاي. بنجيبه طبعا
وبقلبه وبفضل انضف فيه، وبعد كده بقى بنقعه في خل وليمون وملح، وبفضل كذا مرة اكرر العملية، اشطف واحط ليمون وخل وملح، وافضل ادعك كده لغاية اما اخليه فله خالص. وبعد كده بحطه طبعا على مصفى يتصفى، وبحشي بقى الايه الممبار عندي هنا بقى. طبعا انا بحب وانا بحشي الممبار اجيب شوية كده في طبق، عشان بس ما يبص عندنا لو اتفضل حاجة، لو اتبقى حاجة يعني، فما يبص مننا حرام. لو هنعمل بقى مثلا بقى عندنا خلطة ولا حاجة، بنعملهم كده على النار، بتبقى خلطة محشي يعني. بس انا الرز عندي خلص في كمية الممبار اللي عندي، وكمان اتبقى شوية طبعا شلتهم في الفريزر، فالكمية الممبار عندي كلها ما عملتهاش. فطبعا بقى بنحشي طبعا، بنمسك كده، بمسك بصبعين كده اللي في ايدي الاولانيين دول، وبفتح كده الممبار، وبقعد بقى احشي بصوابعي التانية. مش بياخد وقت خالص. وكل ما بنحشي طبعا بننزل كده الرز، ومش بنحشي الممبار على الاخر عشان ما يفرقعش عندنا في المية المغلية. بفضل احشي بقى كده واحدة واحدة. قلت برضو وريتكم كده وانا بحشي اول مرة بس، وبعد كده طبعا كملت انا برضو مع نفسي. اهم حاجة كده ايه، بنفضل ننزل الرز كده من الممبار. بص بالشكل ده كده، مش بنملاه خالص رز على الاخر. خلاص بقى كنت انا بقى ايه، قلت اكمل مع نفسي، وكملت وخلصت بقى الكمية اللي عندي بقى حلة، حطيت فيها مية، وحطيت فيها ورق لوري وبصلتين، وحطيت حبهان، وحطيت ملح وفلفل اسود. وطبعا بنزل بقى الممبار كده بعد ما المية بتغلي عندي، بيلم على طول طبعا معايا، مش بياخد وقت خالص. هنا بقى بصوا لون الشوربة بتاعتنا حلو ازاي، وكمان الممبار بقى اول ما بتنزليه بيلم بسرعة. سبته بقى على النار كده يستوي بقى براحته. واول بقى مستوى كده عندي جبت طاسة وحطيتها على النار، وحطيت فيها زيت، واول بقى ما قدح كنت صفيت طبعا الممبار اللي عندي، وبنزل على الزيت واحدة واحدة. هنا بقى بنخلي بالنا عشان بيبدأ بقى بتحصل طرطشة كده، فنخلي بالنا عشان لا قدر الله لسعة الزيت مش حلوة خالص، فبنخلي بالنا بقى على قد ما بنقدر. باحط بقى ايه، مش بنزل بالكمية كلها، بنزل برضو شوية بشوية كده. واول بقى ما اتحمر عندي كده سبته يتحمر على مهله خالص. وعندي بقى السيرفيس، جبت السيرفيس وقطعت فيه بقى خضرة، بحب اقطع فيه خضرة. والمحشي كمان بتاعي غرفته حلو قوي وريحته تحفة، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، والله اتفضلوا معانا. وغرفت الشوربة كمان، وحطيت ليمون، وحطيت ملح وفلفل، عشان عندي جماعة هنا بيحبوا يزودوا ملح وفلفل على الشوربة. وخلاص بقى كده كان الاكل بسم الله ما شاء الله تحفة. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وكومنت حلو تشجعيني فيه. ويا ريت تشتركوا في القناة، ما بقيتوش تشتركوا في القناة يا جماعة، اشتركوا في القناة. واهم حاجة تصلوا على النبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. وبس كده اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم، واقول لكم اسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.